كانتش ترضى تاكل بره اكل حلو الا لما يبقى بابا معاها، وهو ما نفس يرضاش بجد؟ ياكل الحكايه. حته. بقول لك يبقى ماشي خارج يبوسني من الخد، وهو داخل اول ما افتح له او هو داخل يبوسني من الخد ده حقيقي. بجد لغايه ما توفى. فاكره خالته ما كانت تقعد تقول لي هو لسه في واحد بيحب تقول لي هو جوزه؟ لسه في حد بيحب مراته. كان يعني ايه مهما يكون الناس قاعده ما بيهموش. بيبقوا قاعدين بالليل بيتفرجوا على التلفزيون ماسكين ايدين بعض. بجد؟ والله. وفي العربيه لحد ما مات؟ لحد ما مات. ده انا زهق مني من تاني شهر. ايه اللي يخلي علاقة زي دي تستمر العمر كله؟ ان هما بنوا حاجات مع بعض، بنوا عادات بيعملوها سوا. شوفي هي بتقول ايه قبل ما يروح الشغل بيعمل ايه، ولما بيرجع بيعمل ايه. شوفي هي بتقول لما بيتفرجوا سوا على التلفزيون بيبقوا ماسكين ايدين بعض. في عادات لو كوناها مع بعض هي بتبقى سبب نجاح العلاقة، لان اتعودنا عليها، عقلي بيعملها سواء انا واعي او مش واعي، وبتعزز العلاقة. في حاجة تانية، لما أكون أنا مهتمة ألبي مشاعر الطرف التاني قدامي، التعبير عن المشاعر، ما تكسفش من الطرف التاني. شوفي هي بتقول إيه، لما بيرجع من الشغل لازم يبوسني على خدي، وهو رايح كمان بيبوسني على خدي. حاجة كمان مهمة جدا علشان العلاقة تبقى ناجحة ومستمرة بالشكل الجميل ده، إن وقت ما نختلف نبقى حريصين على الود، حريصين إن أنا ما زعلش الطرف التاني، مش حرصي إن أنا انتصر. فكرة الانتصار في العلاقات وإن أنا أطلع صح وإنت تطلع غلط وتطلع وحش، هو ده اللي بيهد أي علاقة زوجية. شوفي البنوتة حفيدتها بتقول إيه، ده زهق مني بعد شهرين. الفكرة في إيه؟ الفكرة إنه مفيش عادات بيعملوها سوا مع بعض تخليهم يبقوا حابين يبقوا مع بعض، مفيش حاجات مشتركة. حاولي على قد ما تقدري تفهمي شريك حياتك ويبقى في بينكم حاجات مشتركة، علشان لا هو يزهق ولا انت تزهقي. احاول على قد ما اقدر افهم لغة شريك حياتي، هو بيحب ايه اللغة اللي بتناسبه مش اللي بتناسبني انا. لما تيجي تختاري، اختاري اللي يلبي احتياجاتك مش شخص والسلام.